ليه لا؟ مش عايزه تقتنع. بص حضرتك، انت قريتي الانجيل صح؟ قريتي حاجات ودليلها ان انت بتكلميني فيها اهو. عايزه تقتنع، انا مش عايز تقتنع. طب اقتنع ازاي ومحدش بيرد؟ كتب تفسير. طب ما ينفعش حضرتك قريت التفسير؟ طب حضرتك قريت السماعه لاي حد. اسمعيني بس. اوكي اتفضل حضرتك. ما ينفعش ان انت ترفع السماعه لاي حد وتكلميه في الحاجات اللي زي دي. ليه لا؟ الحاجات اللي زي دي في ليها ناس متخصصين والناس بيعملوا كتب وبيفسروا كل حاجه. او ممكن حضرتك يكون عندك مشكله، مقتنع بيها. او ممكن حضرتك يكون عندك مشكله ان يعني امراه مسلمه تسال السؤال ده. وما عنديش ومش عايز اتكلم في المواضيع دي. مش عارفه، ممكن هي ممكن انا اللي بشوفه يعني بصراحه بشوف ان ممكن حضرتك هربت من كل سؤال. اول حاجه ما جاوبتش ولا على سؤال. ما بهربش، بس انا بقول لك انا مش عايز اجاوب. لا حضرتك بتناقض النص اللي بيقول كونوا مستعدين للمجاوبه. حضرتك مش ولا بناقض النص. لا حضرتك مش مستعد، وده كلام اصلا بتضرب كلام الكتاب المقدس. انت مالك؟ شويه قلت لي حضرتك انه صالح للتعليم وكده وكده. انت ده موضوعك، ده مش موضوع انا، مش موضوعك انت. لا الموضوع ده. طب حضرتك يعني رجل دين ازاي؟ انا مش رجل دين يا ستي. ليه لا؟ مين لك الناس دين؟ يعني كان بيلبس يعني ازار على نفسه يعني بالحاجات دي. طب انت مالك؟ طب دخل البنطلون ايه؟ دخل البنطلون ايه في الدين؟ هو البنطلون في الاول يعني عشان انا اتصلت بيه كان اتصال كده ما اتسجلش، فهو قسم. فدلوقتي بيقول لي اني انا يعني مش راجل دين، انا لابس بنطلون وكده. هو لابس بنطلون يعني ما. بص حضرتك بلاش المناقشات العقيمة دي لانها مش هتجيب نتيجة. ليه مش هتجيب نتيجة؟ كلمة واحدة بس، عايز تسمعيها لو مش عايز تسمعيها خليك في حالك. الحاجات دي ليها كتب وليها تفسيرات. عايزة تقتنع بيها. روح قدس حضرتك، عندك روح قدس، عندك الجوكر. الجوكر هو روح القدس. عاوزك تشرح لي النص. مالك؟ انا جوايا الروح القدس، جوايا الروح بتاع. انت مالك؟ طب حضرتك عشان حضرتك بتقول لي انت ما جواكش روح القدس، انا جوايا. أيوة عاوزه حضرتك تشرح لي النص. ولا عمرها الغرفات دي انا مش فاهماها. انا سالت مهندسين مش فاهمه نص الغرفات دي. مش مهم تفهميها. ليه لا؟ مهم تفهميها. يعني على فهمي لا اعتمد زي ما قال الكتاب المقدس؟ ايه؟ يعني الكتاب المقدس قال وعلى فهمك لا تعتمد. يعني انا عاوزني الله رزقني بعقل اني افكر، يعني ميزني على باقي المخلوقات. وبتفكري حلو. روحي اسالي اب كان او اسالي ناس متخصصه او هاتي كتب التفسير اللي بتفسر. حضرتك ظلم في رقبتك. مش فاهماها وانت تفهميها، لكن ما ينفعش ارفع السماعه لاي حد كده واكلمه في المواضيع دي. طب حضرتك تقول ايه في نص؟ حضرتك هربت منين؟ حضرتك هربت من الاسئله النمره دي منين؟ من الانترنت. ايه؟ من الانترنت. من الانترنت. برافو عليك. يعني انت بالطبع. ايوه عارفه ان انت بتكلمي كنيسه. طب الكنيسه دي ده سويتش يعني. سبحان الله، يعني كنيسه دلوقتي بيقول لي انا مش راجل دين، ودلوقتي بيقول لي كنيسه. اللي رد عليه كده مش لازم يكون كاهن. طب حضرتك بتشتغل في الكنيسه يعني ضروري. انت مالك؟ بشتغل في الكنيسه، بشتغل في البتاع. انت مالك؟ حضرتك انا شايفه ان عندكم عقده. حضرتك اتعقدت من كلامي عشان عندكم في الكتاب المقدس لا يحق للمراه ان تتكلم او يعني او لا تعلم. حضرتك عندكم نقص من المراه، خاصه لو كانت امراه مسلمه وهي اللي تتصل بيكم وتسالكم، فممكن حضرتك تكون عندك عقده. فعشان كده انا هضطر ان اقفل وما احرجش حضرتك. عشان كتابكم المقدس دمر المراه، دمرها وقال لها انت. وانا مش فاضيلك يا ماما. حضرتك مش فاضيلي. حضرتك مش قادر تجاوبني. حضرتك بتتهرب. يا ستي مش هجاوبك، بتهرب. انت مالك؟ الله. وما تتصليش بالنمره دي تاني لو سمحتي. طب كمل. لا مش كده والله. طب سبحان الله يعني. Nein, glaube ich nicht, keine Ahnung. Also, لكن ممكن هو في متى 9:12 ده النص ده عليهم. شفتوا الهروب عمل ايه؟ ده بقى حال النصارى والله.
انا في قس هنا في الكنيسة، مرات بيكون واقف قدام الكنيسة كده بيتكلم، بيشوفني بيدخل. سألته من شهر 4، سألته على موضوع الحجاب في الكتاب المقدس. كل مرة لما يعني زنقته يعني لقيته في الشارع بيقول لي السنة دي هجاوبك، السنة دي هجاوبك، ان شاء الله يجاوبني السنة دي عشان ارد عليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.